بيان إلى الرأي العام بخصوص القصف التركي الذي طال سيارتين مدنيتين وسط مدينة كوباني يوم الأربعاء الساعة 4 عصرا بتاريخ 20/10/2021، مما أسفر عن استشهاد وجرح مدنيين، فضلا عن وقوع أضرار مادية وخلق حالة من الهلع والرعب بين المدنيين. إن الدولة التركية ترتكب تجاوزات وخروقات كبيرة، منها القصف الذي طال سيارتين مدنيتين وسط المدينة، مما أسفر عن وقوع ضحايا بين صفوف المدنيين غير آبهة بالأعراف والمواثيق والقوانين الدولية. وإن الخروقات التركية وانتهاكاتها المستمرة من خلال قصفها بطائرات مسيرة لكوباني وقراها واستهداف المدنيين العزل، والتي تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل واضح، وتهديداتها المستمرة والعلنية باحتلال مناطق في شمال شرق سوريا أمام الصمت الدولي، والذي يعد بمثابة قبول ورضوخ لتجاوزات التركية دون حسب أو رقيب. إن مثل هذه الانتهاكات ليست الأولى من نوعها من قبل الاحتلال التركي ونهجه العدواني وتوظيفها للعملاء والخونة وأصحاب النفوس الضعيفة للعمل لدى الاستخبارات التركية في المنطقة. إن ممارسات تركيا العدائية تثبت أنها أحد مصادر عدم الاستقرار في المنطقة، وذلك في ظل انتهاكاتها المستمرة في شمال شرق سوريا ودعمها المستمر والعلني للمجموعات الإرهابية في ظل المساعي الدولية لحل الأزمة السورية. وإن مثل هذه الممارسات الوحشية والعدوانية من قبل الفاشية التركية يكشف حقيقة الواقع الذي تنوي تركيا فرضه على الجميع من خلال ممارساتها الاستفزازية. وإن استمرار هذا النهج المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي وزعزعة الاستقرار في المنطقة. إننا في مؤسسات المجتمع المدني في كوباني بغرفها واتحاداتها ندين ونستنكر الانتهاكات التركية المستمرة في المنطقة بحق المدنيين، كما وندين الصمت الدولي وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية حيال هذه الخروقات والتجاوزات بحق المدنيين، وكذلك غياب الدور الضامن الروسي في تنفيذ وعوده والقيام بواجبه بحفظ سلامة المدنيين في المنطقة من هكذا ممارسات وحشية من قبل الاحتلال التركي. وندعو المجتمع الدولي إلى العمل بشكل جدي وفوري لوقف هذه الممارسات والخروقات، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل لجرحى مؤسسات المجتمع المدني في كوباني 20/10/2021. شاهد نامرين، شاهد نامرين، شاهد نامرين. بيان إلى الرأي العام. نندد نحن مجلس العدالة الاجتماعية واتحاد المحامين في إقليم الفرات بالهجوم التركي العدواني الذي تم الأمس يوم الأربعاء، والذي استهدف المدنيين وأدى إلى استشهاد 2 وإصابة الزميل الأستاذ بكر جرادة أمام مقر مجلس العدالة الاجتماعية في كوباني. وهذا العمل يدخل ضمن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الدولة التركية ضد شعوب المنطقة، متجاوزة في ذلك كل الأعراف والقيم والقوانين الدولية، والتي تهدف وبشكل متكرر على ضرب استقرار المنطقة وترويع الأهالي. وأن هذا الهجوم يأتي في سياق السياسات التركية الإبادية بحق شعبنا وقضاء على مكتسباته، وكذلك تصعيد ممنهج لفرض أجنداته العدائية. نطالب منظمات الحقوقية والإنسانية وكذلك المؤسسات الأممية والتحالف الدولي وأيضا دولة روسيا الاتحادية بتدخل الحد من هذه الممارسات الإجرامية الغير مسؤولة واللا أخلاقية. الرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل لجرحانا. كوباني 21/10/2021.